الخسائر الغير متخيلة كانت السمة المميزة لغزو روسيا لأوكرانيا. شهر ورا شهر بوتين بيرمي جنوده ببرود في طاحونة الموت. ده مش عيب في استراتيجية روسيا، ده جزء منها. لكن دلوقتي كل ده بيقلب على روسيا. المخابرات الأوكرانية كشفت إن جيش روسيا على وشك الانهيار. الأرقام بتثبت كده، الإحصائيات واضحة. الروس اللي بيموتوا دلوقتي أكتر من قبل. وهنا فعلا الأمور تتغير لبوتين واستراتيجيته المعتمدة على طحن الجنود. روسيا مش قادرة تعوض خسائرها. إبريل 2026 خلص، وده بيكون نهاية الشهر ال50 اللي أوكرانيا قضته وهي بتحارب العدوان الروسي. الأرقام ظهرت، ودلوقتي إبريل بقى الشهر الخامس على التوالي اللي أوكرانيا حققت فيه إنجاز مدهش. عدد الجنود الروس اللي بيتم القضاء عليهم في ساحة المعركة الأوكرانية أكبر من عدد اللي روسيا قادرة تجندهم في جيشها. وزير الدفاع الأوكراني ميخايلو فيدوروف كشف الخبر في منشور على تيليجرام يوم 5 مايو، وقال فيه: في إبريل سقط 35,203 من العسكريين الروس بين قتيل ومصاب بجروح خطيرة. كل الهزائم موثقة بالفيديو. ده معنى أنه للشهر الخامس على التوالي روسيا بتخسر أكتر من اللي تقدر تحشده، وبتتخانق تدريجيا بسبب الخسائر. العدد ده تقريبا بيطابق عدد الجنود اللي روسيا فقدتهم في مارس، لما أوكرانيا قدرت تكسر رقمها القياسي في الخسائر وحيدت 35,351 جنديا. وبرضه الجدير بالذكر إن مارس فيه يوم زيادة عن إبريل. وبناء على تصريح فيدروف، روسيا دلوقتي بتخسر أكتر من 1170 جندي كل يوم. لو ضفنا يوم زيادة على إبريل عشان يبقى قد مارس في الطول، أوكرانيا كانت هتكسر رقمها القياسي الشهري بحوالي 1000 ضحية. عدد القتلى بيزيد، وزي ما هتعرف قريب وضع روسيا هيزيد سوء الفترة الجاية. نرجع لموضوع التجنيد. ال5 شهور بين ديسمبر 2025 وأبريل 2026 روسيا خسرت 156,735 جندي حسب تقارير إعلامية من يونايتد 24. ده متوسط معدل خسائر شهري حوالي 31,347. وفي نفس الفترة روسيا قدرت تجند 148,400 فرد، ده نقص بحوالي 8,300 جندي. وده معناه أن أوكرانيا بتقرب تقلد القوة الروسية في أوكرانيا بحوالي 2000 جندي في الشهر. ده ممكن ما يبانش كتير في البداية، بس لما تكون كل استراتيجية روسيا بقت معتمدة على أمل إن عندهم عدد أكبر من الجنود من أوكرانيا علشان يكسبوا الحرب، يبقى الجيش اللي بيقل ده كارثة بالنسبة لهم. روسيا لازم تعوض خسارتها وتزود اللي معها. هي لا بتعوض خسارتها ولا بتزود مواردها، وده دليل على أزمة تجنيد كبيرة ممكن في الآخر تجبر بوتين على خطوة كان بيحاول يتجنبها من بداية الغزو. التعبئة ممكن تكون جاية لروسيا، ده هيغير كل حاجة. في المرحلة دي يمكن تسأل، أوكرانيا عرفت الأرقام دي منين؟ عندنا إجابة كويسة بخصوص عدد الضحايا. مفيش أي تقديرات هنا، كل ضحية متأكدين منها زي ما فيدروف وضح. وزير الدفاع الأوكراني قال إن الأرقام دي من نظام جيش المسيرات الأوكراني. النظام ده بيكافئ الجنود الأوكرانيين اللي بيرفعوا فيديوهات لضربات الطائرات بدون طيار اللي بتسبب إصابات أو وفيات. يعني كل ضحية أوكرانيا بتسجلها بتتحول لنقطة بيانات في النظام. وزارة الدفاع بتتابع كل إصابة أو وفاة، وبتدي الجنود بوينتس يشتروا بيها معدات طائرات بدون طيار زيادة. فيدوروف بيقول إن ده بيوضح أكتر الوحدات والأسلحة الفعالة وعمق الضرر وخسائر العدو اليومية. وكمان ده بيضيف جانب مثير للاهتمام لأرقام الخسائر اللي أوكرانيا نشرتها، واللي بتكشف عن مشاكل روسيا في تجنيد الجنود. 156,735 خسارة روسية في آخر 5 شهور، هو بس اللي أوكرانيا قدرت تأكده باستخدام نظام جيش الطائرات بدون طيار بتاعها، ولسه في أكتر من كده بكتير. كل ضربة مدفعية مش متصورة بتضاف لقائمة الخسائر. لما أوكرانيا تنفذ ضربات متوسطة المدى على مراكز القيادة ومباني مشابهة هتسبب خسائر حتى لو مش متسجلة بالطائرات بدون طيار. 156,735 هو أقل عدد ممكن من خسائر الروس بين ديسمبر 2025 وأبريل 2026. العدد الحقيقي ممكن يكون أعلى بآلاف. ولزيادة الطين بلة، أوكرانيا كمان بتحقق معدلات خسائر مذهلة بتكلفة أقل من أي وقت فات. قائد قوات الأنظمة غير المأهولة في القوات المسلحة الأوكرانية أو USF
روبرت بروفدي أكد كلام فيدروف، لكنه كمان قدم نظرة مثيرة عن دور اليو اس اف في رفع أرقام الخسائر اللي أوكرانيا بتسجلها. حسب كلام بروفدي، اليو اس اف كانت مسؤولة عن ضرب 10,581 جندي روسي في إبريل. ده لوحده مثير للاهتمام، لأنه بيبين أن حوالي تلتين الخسائر اللي بتتسجل على نظام جيش الدرونز جاية من الجنود العاديين على الأرض. دول جنود مش تبع يو اس اف، لكن بيستعملوا الدرونز ضد روسيا. لكن لو فضلنا مع أرقام اليو اس اف، بروفدي بيقول إن اليو اس اف بيقدر يحقق الخسائر دي بتكلفة $882 بس لكل جندي روسي، وده رقم صغير جدا. جنود روسيا بياخدوا مرتبات أعلى في شهر قتال بأوكرانيا. بروفدي بيقول إن استبدال موارد العدو بالبلاستيك والمعدن بتوع الدرون من أكتر معدلات التبادل الفعالة في الحروب الحديثة، وصعب تعرضه في النقطة دي. درون واحدة بتكلف كام؟ $100، بس بقت كفاية تخسر روسيا جندي وكل المعدات اللي معاه وكل الفلوس اللي اتصرفت عشان يجيبوا الجندي ده للجبهة من الأساس. في حرب بقت بتحسم باقتصاديات المعركة. النوع ده من العائد على الاستثمار بيغير اللعبة، وزي ما قلنا في أول الفيديو الوضع لسه هيبقى أسوأ لروسيا. وإزاي ده هيحصل؟ أوكرانيا استخدمت أسلوبا منهجي لإحداث أكبر خسائر لروسيا في آخر 5 شهور. الأسلوب ده له معيار تجريري. في قوات الأنظمة غير المأهولة، المعيار الرئيسي دلوقتي هو إن على الأقل 30% من كل الأهداف اللي بيهاجموها لازم تكون أفراد من العدو. خلال 11 شهر عمليات، قوات الأنظمة غير المأهولة حققت معدل 29.59%، ولسه ممكن تتحسن، ومع كده في تطور ملحوظ. خلال 11 شهر دول، قوات الأنظمة غير المأهولة قضت على 90,470 فرد. وبما أن شهر أبريل شهد القضاء على حوالي 10,500 جندي على يد قوات الأنظمة غير المأهولة، نقدر نشوف أن الأرقام الشهرية بتزيد. لسه في فرصة كبيرة للنمو، وده معناه أن خسائر روسيا ممكن تزيد قريب. واحد من المعايير الرئيسية لأوكرانيا هو هدف 50,000 خسارة شهريا اللي حدده فيدروف لما بقى وزير الدفاع في يناير. منطق فيدروف هنا بسيط: لو روسيا خسرت 50,000 جندي في الشهر مش هتقدر تكمل غزوها. الاستمرارية دلوقتي على الحافة بسبب ضعف التجنيد. زي ما حصل مع معيار قوات الأنظمة غير المأهولة، هدف 50,000 بيأكد إن لسه في فرصة للنمو. هيحتاجوا 18,000 ضحية كمان في الشهر عشان يوصلوا لهدف فيدروف، وده ممكن يبان رقم عالي جدا، بس هو مش كده، وده ليه سبب. في آخر 5 شهور شفنا روسيا بتخسر عدد قياسي من الضحايا مقابل مكاسب بتقل أكتر وأكتر، لدرجة إنه في شهر إبريل روسيا سجلت أول صافي خسارة في المساحة اللي بتسيطر عليها من شهر أغسطس 2024. واحد من الأسباب الرئيسية في اللي بيحصل هو إن تضاريس أوكرانيا دلوقتي سيئة لأي قوة بتحاول تتقدم. شتاء شديد البرودة جه بعده ربيع بدري مليان مطر وطين، وده مأخر الهجوم الروسي ومغرق جنودهم في الوحل. يعني أوكرانيا أصلا بتوقع خسائر ضخمة جدا قدام قوة روسية لسه ما هاجمتش بكل قوتها اللي هتظهر من مايو والصيف. بوتين بيعتمد على إرسال أكبر عدد من الجنود كوقود للمدافع ليتحطموا على دفاعات أوكرانيا ويمكن يكسب. لما الأرض تجف في الصيف، بوتين هيعتمد بشكل كبير على الاستراتيجية دي. هيزيد هجوم الجنود الروس، وطائرات أوكرانيا المسيرة هتوقع عدد أكبر منهم عن دلوقتي. ولو حسبنا ضربات أوكرانيا متوسطة المدى، يبقى الجيش الروسي مستني صيف كارثي. يوروميدان بريس قال إن ضربات أوكرانيا زادت بشكل كبير في أبريل، وبقت ما بين 20 و 150 كيلومتر، أو حوالي 12 إلى 90 ميل. أوكرانيا نفذت ضعف عدد الضربات دي في إبريل مقارنة بمارس، و4 أضعاف اللي قدرت تعمله في فبراير. إحنا شايفين قدامنا طريقة أوكرانيا الاستنزافية بتتنفذ بشكل منهجي. كل ضربة في النطاق المتوسط بتدمر مركز قيادة أو مركز لوجستي أو مخزن أو أي هدف بيدعم جنود روسيا على الخطوط الأمامية. ومع اختفاء الدعم ده، الجنود دول بيبقوا معرضين للخطر، وده بيؤدي بشكل طبيعي لزيادة الخسائر. وكل ده بيحصل في الوقت اللي روسيا بتعاني فيه من أزمة التجنيد اللي اتكلمنا عنها قبل كده. بوتين مش لاقي عدد كافي يوقع وقود ويروحوا يموتوا في حربه، وده مسبب له يأس. روسيا بتتصرف بجنون في محاولاتها للتجنيد، وده هو المشكلة الأكبر اللي وراء أرقام الخسائر المبهرة لأوكرانيا. قبل ما نبدأ، ده برنامج The Military Show، وبنوريك الصورة الكاملة ورا العناوين الرئيسية. لو لسه مشتركتش،
دوس الزرار وابقى سابق الكل. دلوقتي التجنيد الروسي مش ماشي زي المفروض. في تقرير يوم 13 إبريل ميليتاني كشف أن تجنيد روسيا في الربع الأول لسنة 2026 انخفض بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة في 2025. السنة اللي فاتت روسيا كانت بتجند يوميا بين 1000 و 1200 جندي، وده كان بالكاد كفاية لتعويض خسائرها في أوكرانيا. في 2026 التجنيد اليومي بقى حوالي 800 جندي، وده سبب ظهور العجز اللي أوكرانيا تتكلم عنه. ده بيحصل حتى مع إن الحوافز المالية للتجنيد بتزيد. ميليتاني بيقول إن الحكومة الفيدرالية الروسية دلوقتي بتقدم مكافأة توقيع 400 ألف روبل، يعني حوالي 5300 دولار كمكافأة أساسية. المكافأة دي غالباً بتزيد لما السلطات المحلية بتعرض فلوس أكتر للتجنيد، وده معناه إن المجند الروسي المتطوع العادي دلوقتي بياخد 1.47 مليون روبل أو أكتر من 19600 دولار لمجرد أنه يوقع اسمه على الورق. الضغط على الحكومات الإقليمية عشان تحقق الحصص المطلوبة زاد جدا، لدرجة أنهم بيصرفوا حوالي 4% من ميزانياتهم على تجنيد الجنود، وفي بعض المناطق المصاريف دي بتوصل لحد 10%، وكل الفلوس دي بتتسحب من الميزانيات اللي المفروض تتصرف على تحسين مستوى معيشة الشعب الروسي. قناة فورسز نيوز بتوضح أن روسيا كمان بتقدم برامج تعويضات سخية جدا كحافز إضافي. اللي بيتصابوا في أوكرانيا ممكن ياخدوا تعويض 36,000 دولار لو الإصابة كانت خطيرة كفاية. الفلوس دي لازم تروح لعائلة الجندي لو مات في المعركة. رغم الحوافز المالية كبيرة اللي في ناس بتعتبرها مش مستدامة، روسيا لسه مش قادرة تجند عدد كافي من الجنود يعوض خسائر الجيش الروسي اللي بتسببها أوكرانيا. والأسوأ من كده دلوقتي دول تانية بتلاقي طرق تعطل بيها تجنيد الجيش الروسي. في 5 مايو جريدة موسكو تايمز ذكرت أن بريطانيا فرضت عقوبات جديدة استهدفت 35 أشخاص وكيانات ليهم دور في مساعدة روسيا على تهريب المهاجرين المستضعفين للجيش الروسي. بريطانيا بتقول إن في شبكة همجية روسيا بتستخدمها علشان تغري المهاجرين إنهم يبقوا وقودا لحرب بوتين. الجنسية الروسية والمرتبات العالية هم الطعم اللي بيستخدموه هنا، وده معناه إن روسيا تقدر تعوض نقص المجندين المحليين عندها عن طريق إنها فعليا بتخدع ناس من برا البلد علشان يحاربوا في حرب منهمش علاقة بيها. لو دول تانية خصوصا أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي فرضوا عقوبات مشابهة، كده هيتم غلق طريق تاني من طرق تجنيد روسيا، والمشاكل الواضحة اللي احنا شايفينها دلوقتي هتزيد أكتر. الأرقام خلاص ما بقتش في صالح روسيا، لكن المشكلة الحقيقية لبوتين إن نقص المجندين في روسيا بيخليه يلجأ لإجراءات أكتر يأس. يلا نركز على المجندين المهاجرين. في 29 إبريل صحيفة كييف إنديبندنت قالت إن المخابرات الأوكرانية كشفت خطة روسية لتسريع تجنيد آلاف المقاتلين الأجانب بالجيش الروسي في 2026. الهدف غالبا تجنيد 18,500 مهاجر، وده تقريبا نفس عدد الجنود اللي روسيا بتخسرهم في نص شهر حسب معدل الخسائر الحالي. أوكرانيا كمان حددت 27,407 أجنبي بيحاربوا في جيش روسيا لحد يوم 30 مارس. العدد زاد عن 18,000 في نوفمبر 2025، وده يوضح ليه بريطانيا فرضت العقوبات اللي أعلنتها دلوقتي. بوتين بيجيب المقاتلين الأجانب بيعوض نقص الأعداد بأي طريقة، مجرد أنه بيستخدمهم يوضح هو وصل ليأس كبير. ومش مهم أنه كتير من الجنود دول بيضحك عليهم عشان ينضموا للجيش الروسي. معظمهم مش هيعرف يتكلم روسي، ومش هياخدوا تدريب كويس ولا هيفهموا أوامرهم، وده بيخليهم مش فعالين في الخطوط الأمامية. بوتين مش بيدور على المواهب هنا، هو بياخد أي حد يقدر عليه، لأن أولويته الوحيدة إنه يضمن إن العساكر اللي بيضحوا بيهم يفضلوا موجودين باستمرار. الحملات ضد شبكات التجنيد الأجنبية في روسيا هتخنق الحركة دي تماما، بس بوتين بيعمل محاولات أخيرة يائسة في كل اتجاه عشان يحاول يطلع روسيا من أزمة التجنيد اللي هي فيها. احنا اتكلمنا قبل عن الفلوس الكتير اللي بيعرضوها للمجندين. دلوقتي بوتين بيستهدف مجموعتين روسيا مش قادرة تخسرهم، شباب البلد والناس اللي شغالة، عشان تحاول تحافظ على اقتصاد أصلا بينهار تحت ضغط حرب بوتين. بالنسبة لطلبة وزير العلوم والتعليم العالي في روسيا فاليري فالكوف، قال لجامعات البلد إن على الأقل 2% من طلابهم لازم يمضوا عقودا مع وزارة الدفاع الروسية حسب ما ذكرت برافدا. يعني لو فاليري فالكوف نفذ خطته
44 ألف طالب جامعي حيسافروا لأوكرانيا كل سنة. العدد ده هيزيد ل 76 ألف لو القرار شمل كمان أنواع تانية من الكليات والمعاهد اللي مش جامعات. الأسوأ من محاولة إقناع شباب روسيا يموتوا عشان بوتين هو الضغط المستمر عليهم. راديو أوروبا الحرة وراديو ليبرتي قالوا في فبراير إن الطلبة المتعثرين في المدرسة العليا للاقتصاد في روسيا بيتعرضوا لاختيار صعب: يتفصلوا من الكلية أو يمضوا عقد مع وزارة الدفاع. جامعات تانية بدأت تعمل نفس الحاجة، وبعضهم قللوا فترة السماح لتسليم الواجبات المتأخرة لأسبوعين بس، وبرضه بنفس الشروط. لو الطالب ما سلمش في أسبوعين بيتفصل من الجامعة، أو يقدروا ينضموا لوزارة الدفاع وياخدوا تعليمهم في مؤسسة هتدخلهم بشكل أكيد في حرب أوكرانيا. بوتين حول المؤسسات التعليمية في روسيا لمصدر يمده بالمزيد من الجنود اللي يقدر يبعتهم للمحرقة. هو بيحاول يعمل نفس الحاجة مع الشركات الروسية. في ريازان المحافظ الإقليمي أصدر أمر غريب للشركات المحلية، وبحسب موسكو تايمز الأمر هو إنه الشركة اللي فيها لحد 300 موظف لازم ترشح 2 يوقعوا عقد مع الجيش الروسي. العدد ده بيزيد ل5 مرشحين لو الشركة فيها 500 موظف أو أكتر. ومش شرط الشركات بس تكون مستهدفة. القرار الجديد استخدم مصطلحات واسعة زي منظمات ومؤسسات، وده بيخلي كل المجموعات ممكن تبقى مستهدفة. احنا مش شايفين أي مشاكل هنا. مفيش أي فرصة إن أصحاب الأعمال يصفوا حسابات شخصية ويبعتوا موظفينهم يموتوا، وأكيد مفيش فرصة إن ريازان هتدمر الشركات اللي بتعاني واحدة واحدة عن طريق إرسال موظفينهم للموت. بعيداً عن السخرية، ده جنون، ده يائس، زي تجنيد روسيا للسكارى في جيشها، وده اللي إذاعة أوروبا الحرة راديو ليبرتي كشفته في تحقيق يوم 2 ابريل. هي بتحكي قصة ييغور سبينيتش اللي صحى بعد ليلة شرب في مكان كان فكره مركز علاج من الإدمان، بس في الحقيقة كان مكتب تجنيد عسكري، وتحول له بعد ما الشرطة قبضت عليه. توقيع سبينيتش كان على أوراق التسجيل وراح أوكرانيا. الحيلة دي بقت منتشرة أكتر في روسيا. الموضوع صعب لما الروسي مش قادر يشرب كذا كاس فودكا من غير ما يتسحب غصب لحرب بوتين. احنا مش شايفين ان اللي بتلاقيهم سكرانين في الشوارع ينفعوا يبقوا جنود، وبرغم كده روسيا مهما عملت حيل لتجنيد جنود جداد الحقيقة البسيطة مش هتتغير. ده مش كفاية، وبوتين رئيس روسيا دلوقتي بيتفرج على انهيار الجيش الروسي بالكامل قدامه، وعارف ان مفيش قدامه غير حل واحد بس علشان يوقف النزيف. التعبئة بدأت تقرب من الشعب الروسي. في علامات بالفعل انه ده بيحصل. في 20 فبراير يورو نيوز قالت ان الكرملين بيخطط يعمل نظام تجنيد محدود علشان يجبر الاحتياطيين على الانضمام للجيش ويزود الاعداد في اوكرانيا. مش تعبئة كاملة، بس الموضوع قرب، وبوتين عارف انه بعد 4 سنين من الحرب اللي كان المفروض تخلص في ايام، شعبه بدأ يفقد صبره. لو تم تفعيل التعبئة بوتين ممكن يلاقي تمرد ضده، وده بالظبط اللي أوكرانيا عايزة توصله. أبواق بوتين بالفعل بيجهزوا الأرضية للي روسيا هتضطر تعمله. وكالة تاس نقلت عن ديمتري بيسكوف يوم 3 مايو: الأوروبيين بيعبوا قواتهم وبيستخدموا حملة معادية لروسيا كذريعة. هم مستعدين يصرفوا كتير على تعزيز الجيش. الترجمة: يا جماعة أوروبا بتقوى، روسيا هتحتاج جنود أكتر عشان تواجه التهديد ده. المتحدث باسم الكرملين بيقول إن في فترة مواجهة صعبة جاية مع أوروبا. هو بيحاول يجهز الشعب الروسي للجاي علشان بوتين قريب هيجبرهم يحاربوا في أوكرانيا. مفيش حاجة تقدر توقف ده دلوقتي. 5 شهور ورا بعض، والتجنيد مش بيعوض الخسائر. ده بيبين إن رغبة الروس في حرب بوتين بتقل. ومع اعتماد أوكرانيا أكتر وأكتر على الاستراتيجيات اللي خلت خسائر روسيا كارثية من ديسمبر، بوتين هيدفع أكتر ناحية حافة الهاوية. أساليب التجنيد اليائسة مش نافعة. التعبئة جاية. مع إنه لسه مش شايف ده، روسيا فعلياً خسرت الحرب، والخطوة المجنونة دي هتنهي بوتين. روسيا بتجند ناس عمرهم مش بيطول. في حاجة بتقتل 90% من جنود روسيا قبل ما يوصلوا أصلاً لخطوط المواجهة، وكل ده ممكن نلخصه في كلمتين: مناطق القتل. عايز تعرف أكتر؟ اتفرج على الفيديو وشوف إزاي أوكرانيا قلبت حرب الاستنزاف الروسية وحققت نسب خسائر زي اللي شفناها في 2026. ولو عجبك الفيديو ده ما تنساش تشترك في The Military Show، واحنا بنحلل حرب أوكرانيا بالأرقام. وشكرا لمشاهدتك.